وقع من طرف العامل الاسبق الهاني الخطيب. عندي شهاده اقدميه بناء في 2010 وعندي حكم. شكون اللي عطاك هذه الشهاده السي قطرب؟ نعم. شكون اللي عطاك هذه الشهاده الاداريه؟ القيد الشماع. القيد الاسبق سلمه شهاده اداريه تفيد قدم البنايه. وعندي حكم سابق في هذه البنايه في 2000 وحكم سيد المحكمه في 2001. عندي حكم نهائي على هذه البنايه. ويقول ايضا انه سبق ان حكم على هذه البنايه بحكم نهائي وانه لا يمكن معاقبته مرتين. وهذا الحكم فيه ترياب؟ لا ما فيش، هذه فيه الغرامه. عند الحكم ليس هي الغرامه خلصتي الغرامه ولكن ما فيش ترياب. لا ما فيش ترياب. يقول انه حكم بغرامه واداها لصندوق وخزينه الدوله، لكن الحكم القضائي الصادر امتى صدر الحكم؟ 2001 سنه 2001 كان قد حكم ملي كنا حنا ملي كان باقي ما كاينش تخصيص وتابعت انا من طرف جماعه بوزكوره، كنا باقيين تابعين بوزكوره. يقول ان في سنه 2001 تبع من اجل احداث بنايه بدون ترخيص، لكنه حكم ولا يمكن للشخص محاكمته مرتين على نفس الفعل. يقول ايضا انه دابا شنو كتسنى؟ واش كتسنى وكيل الملك؟ كتسنى وكيل الملك. يقول الا حضر السيد وكيل الملك نزل دابا ولا عطى التعليمات ديالو ديال الهدم مرحبا، حيت انا عندي حكم باسم جلاله الملك. يقول انه لديه حكم نهائي باسم جلاله الملك وطبقا للقانون صدر ضده، وانه واش دابا كتعتبر هذا الشيء؟ واش دابا هذا شطط؟ هذا شطط في استعمال السلطه. السلطه اليوم كدير الشطط، لا تعترف بالمحاكم، لا علاقه لها بالمحاكم. كيف يعقل الملف راعي امام المحكمه الاداريه وبلغت السيد القائد وعطيته التبليغ ديالو وعطاني وجدنا المراجع، واليوم كيخرج الحكم ديز نهار المحكمه غنحضروا لها نهار 4 هو جا لهم نهار 2 باش يهدم. اذا اليوم لا اعتراف لهم، وانا عندي الثقه ديالي في القضاء. هاد الناس ما كيعترفوش بالقضاء، قال لك انا ننفذ وتسير القضاء. يقول محمد قطب